تخيل ان البيت ده ما نعرفش اي حاجه عن صاحبته الا اسمها بس. اهلا بيك من امام الجامع الازهر بالقاهره، احييك. وانا تايه ورا جامع الازهر قابلت اكتر من بيت قديم طرازهم رائع جدا، زي بيت زينب خاتون ومدرسه العيني واللي اتكلمنا عنهم في فيديوهات قبل كده. ولكن اللي لفت نظري كمان البيت ده، في الاول هتفتكر انه متحف او ملحق لقصر صغير جنبه، بيت الست وسيله خاتون اللي توفت سنه 1835 ميلادي، واللي ما نعرفش للاسف عنها اي حاجه غير انها كانت ساكنه البيت ده. ولكن تاريخ البيت نفسه احنا عارفينه. البيت اتبنى سنة 1646 ميلادي، واللي بناه اتنين اخوات، عبد الحق ولطفي الكناني، وفضل البيت يتباع من واحد لواحد لغاية ما وصل للست وسيلة. ولكن لأن اسمها معروف فده ممكن يدلنا إن الست دي كان ليها نفوذ كبير جدا في المنطقة. البيت اتصمم زيه زي معظم البيوت في العصر ده، إن اللي جوه البيت يقدر يشوف الشارع ويشوف اللي بره، واللي بره ما يقدرش يكشف البيوت من جوه. والمكان دلوقتي يعتبر مزار سياحي وأثري مهم. لو عايز تشوف أماكن قديمة أكتر